صباح الخير. صحينا على الصبح وبنفكر نعمل ايه يعجب الولاد النهاردة في الأجازة. فممكن نعمل الفكرة البسيطة الجميلة دي. باكو شوكولاتة، هحطه في الميكروويف وابتدي ان انا اسيحه. طب وبعد ما ياخد المدة بتاعته بطلعه واقلبه. واجيب كوباية بلاستيك عادية جدا، وبعد ما اسيحه اروح حطاه مغلفة بيه الكوباية البلاستيك دي اهي قدامنا اهيت، احنا سابقنا شوية. هغلف الكوباية كلها، بتدورها في ايديها اهيت عشان الكوباية كلها يوصلها الشوكولاتة. بعد ما عملنا كده هنعمل ايه؟ هنسيبها اكيد في التلاجة شوية، ونبتدي نجهز الكريم شانتيه. بنحط كيس كريم شانتيه عليه لبن ساقع ونضربه بالخلاط. وياريت كمان ممكن نحط له شوية جوز هند، هي هتعمل كده دلوقتي. حطيت له جوز هند ومعلقتين عسل نحل للتحلية، واقلبه تاني. وابتدي اطلع الكوباية اللي في التلاجة دي واملاها بالكريم شانتيه اهو. بتحطه في كيس الحلواني وهتملى بيه الكوباية اللي في التلاجة. هي صبة الكريم شانتيه اهوت. هتقفله بايه؟ طبعا حطت عصاية الستيك. هتقفله بشوكولاتة تاني سايحة، وهتخبط على الكوباية عشان ما يبقاش فيه فراغات، وتسيبها في التلاجة. طب ولما تطلعها هتقصها عشان تطلع لها كأنها ستيكة. طيب، فكرة تانية ان انا ممكن بالقشارة اقطع الخيار والجزر زي ما انا شايفاه كده، شرايح رفيعة قوي، واحطها على ورق استرتش او اكياس استرتش. وطبعا اكون فردة عليها جبنة سبريد او جبنة كريمي، وابتدي ان انا الفها واكلها بالمنظر ده. طب ايه الفايدة؟ الفايدة انها بديل للعيش، بديل للخبز عشان الدايت. هنا هي بتعمل جيلي كولا. فعصرت البرتقان وحطيته على النار ومعاه نشا وفانيليا وقلبت، وبعدين صبته في قالب بأي شكل احنا عاوزينه. وبعدين هي فردته القالب ده على جوز هند وابتدت تقطعه، فادالنا شكل الجيلي كولا او الفواكه المحفوظة اللي احنا والولاد بنحبها.